هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا الف خير، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم. والنهارده هتكلم في موضوع مهم وبجد بيوترنا جدا دايما في رمضان، وهو ان احنا ننظم وقتنا وننظم مذاكرتنا في رمضان. فان شاء الله النهارده هقول يعني بعض نصايح او كده، يا رب، واتمنى جدا انها تفيدكم وانكم تنظموا وتعرفوا الوقت المناسب ليكم برضو في رمضان، وطريقه مذاكره يا رب تسهل عليكم. اول حاجة هتكلم فيها هو اننا نختار الوقت اللي نذاكر فيه خلال شهر رمضان، ونختار اللي يناسبنا ويناسب حياتنا، لان كل واحد فينا حياته مختلفة عن التاني. فاحنا عندنا 3 اوقات ينفع ان احنا نذاكر فيها في رمضان. اول وقت اللي هو من بعد الفجر لغاية الساعة 8 او 9 الصبح، او بكون انا مثلا نمت بعد الفطار، بعد صلاة التراويح مثلا كده، نمت، صحيت على السحور، سحرت واكلت، بقى خلاص مش ببقى جعانة شبعانة خلاص. فبيبقى بالوقت ده بعد كمان الصلاة وكده عقلنا مثلا بيبقى مركز وهيقدر يستوعب ان شاء الله المعلومات اللي احنا عايزين نذاكرها. وكمان الوقت ده بيبقى هادي اوي الصبح ورايق وبيكون كله نايم، فانا الوقت ده بالنسبة لي بيبقى مفضل جدا للمذاكرة. تاني وقت هو بعد التراويح، بعد صلاة التراويح لحد السحور، للطلاب اللي عندهم جامعات الصبح ودروس الصبح او مدارس الصبح، فمش بيبقى مناسب معاهم ان هم يذاكروا الصبح بدري. فالوقت ده برضو هيبقى مناسب جدا ليهم، بيكون بعد الفطار، ويكونوا كمان بعد الفطار بشوية كويسين، هو كمان بعد الصلاة. فهيبقى برضو في نسبة تركيز كويسة جدا للمذاكرة، وعقلنا برضو هيبقى قادر ان هو يستوعب المعلومات. وفي الناس اللي بتحب مثلا وهي بتذاكر تشرب حاجة وهي بتذاكر، الوقت ده يبقى مناسب جدا ليها. تالت وقت هو بقى بعد 3 العصر لحد الفطار، هو الوقت ده بيبقى صعب شوية، بس بيبقى الوقت ده مناسب جدا لأغلب الطلاب أو كده، لأن هما بيبقى بعد الفطار في دروس عندهم، فبيبقى من الساعة 3 لحد الفطار. فالوقت ده بيكون مناسب حسب طبعا اختلافات حياتنا وكده، احنا بنقدر نحدد الوقت ده مناسب لينا ولا لأ. تاني حاجة هتكلم فيها هو اننا نقسم المواعيد بتاعتنا، يعني المادة بتاعتنا فيها كام فصل عايزين نذاكره، مثلا اللي علينا خلال الشهر 4 فصول او 5 فصول، 3 فصول على حسب. فنحدد بقى كل يوم هنذاكر قد ايه من المادة دي او المواد اللي علينا. هنعمل مثلا قائمة بالمهام بتاعتنا، تو دو ليست او كده، ونحدد المادة اللي احنا عايزين نذاكرها. مثلا هنذاكر فصل من المادة دي وفصل مثلا تاني من مادة تانية، بحيث ان احنا ننوع برضو لينا وما تكونش المهام كتير علينا ان احنا منقدرش ننجزها. يعني برضو نحط مهام وكل حاجة ونظبط يومنا والوقت اللي هنذاكر فيه، بس المهام برضو تكون بمنطقية وعقلانية، محطش مهام كتير وما اعملهاش وارجع اقول ما عملتش فكده هحبط نفسي. فعلى ايه؟ احط مهام صغيرة دلوقتي، واحدة واحدة، لحد ما نتعود. بعد اول كام اسبوع من رمضان نبدأ نتعود، هنقدر نذاكر بكمية اكتر بإذن الله. والتودو ليست دي هتبقى قدامنا طول اليوم، فبرضو نكتب فيها الصلاة، الفروض بتاعتنا، ونكتب برضو القرآن الكريم عشان برضو ما ننساش ان احنا نقرأ الجزء بتاعنا بتاع كل يوم. طول ما هي قدامنا وكده هتخلينا نفتكر اكتر، وان المذاكرة برضو ما تضغطش على العبادة بتاعتنا، لان هو ده شهر العبادة. فاحنا برضو حابين ان احنا نستغل الشهر في العبادة، برضو نحافظ على المذاكرة بتاعتنا، يعني نحافظ على الاتنين على قد ما نقدر، ونستغل الوقت كويس ليه. تالت حاجة هتكلم عنها وهي طريقة المذاكرة. أنا الطريقة دي جربتها لمدة 3 سنين خلال دراستي في الجامعة، وبجد هي فعالة جدا معايا وكويسة جدا. وهو ازاي تذاكر بكمية أقل بس بتستفيد أكتر. هي طريقة اسمها البومودورو، ممكن يكون أغلبكم فعلا عارفها. والطريقة دي عبارة عن ايه؟ ان انا بذاكر لمدة 25 دقيقة ونرتاح، مثلا بعد 25 دقيقة دول ما يخلصوا ارتاح لمدة 5 دقايق، وبعد 5 دقايق ما يخلصوا ارجع تاني اذاكر 25 دقيقة وارتاح برضو لمدة 5 دقايق، وهكذا. لو كده لنفسي ان انا عايزة اذاكر الفصل ده في ساعتين.
بس انا هكون مقسمه الساعتين دول، جزء بذاكر فيه وجزء برتاح فيه، جزء بذاكر فيه وجزء برتاح فيه. بالطريقه دي عقلنا هيقدر يستوعب المعلومات اكتر، لان هو برضو بين الجزء والجزء بيفصل. وحسب دراسات كده ان العقل بيقدر يستوعب معلومات كويسه قوي لمده نص ساعه، بعد كده استراحه شويه، وبرضو نبدا نخليه يستوعب معلومات تاني. بمعنى استراحة شوية لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق بالكتير، حد أقصى 10 دقايق، وبعد كده نرجع نذاكر تاني نص ساعة، هيقدر يستوعب معلومات تاني. أخد زي بريك كده، بعد كده هيرجع تاني بقى ان هو يذاكر، يستوعب معلومات تاني، فهيستوعبها برضو بنشاط اكتر ان شاء الله، هو استيعاب اكبر. واهم حاجة في ال5 دقايق الاستراحة او ال10 دقايق بتوع الاستراحة ان احنا منمسكش فيهم الموبايل، منستعملش ابدا الموبايل، لان احنا لو استعملنا موبايل هنضيع وقت اكتر من 5 دقايق او 10 دقايق، هنضيع وقت اكبر بكتير. نلاقي الوقت اصلا بيجري، او ما نقعد على الموبايل شويه الوقت لوحده بيجري، بعد ما استفدناش اي حاجه وضيعنا وقتنا على الفاضي. هو يدوق بس احنا نظبط الموبايل بتاعنا، التايمر بتاعنا 5 دقايق، نشوف بقى 5 دقايق دول هنعمل فيهم ايه. ممكن نقرا صفحه من القران، او مثلا نستغل ال5 دقايق دول ان احنا عايزين نقرا تفسير من ايه معينه كنا عايزين نعرف تفسيرها ايه، او مثلا الناس اللي بتحب تلعب رياضه برضو عايزه تحافظ على الرياضه بتاعتها، اللي هما 5 دقايق اللي بين كل نص ساعة بتوع المذاكرة بتاعتنا. مثلا عندهم دروس أو جامعة أو كده، فمفيش وقت ان هما يلعبوا في الرياضة أو يتمرنوا كويس، فممكن بين كل 5 دقايق بين المذاكرة بتاعتهم يعملوا مثلا رياضة، أو زي ما قلت نقرأ تفسير القرآن. نستغل برضو الوقت اللي هو هناخده في استراحة ده، بحيث نبقى عملنا حاجتين بدل حاجة واحدة. بجد الطريقة دي مميزة جدا، لأن هو أصلا العقل بتاعنا هو خلاص هيبقى السيستم ان انا قدامي نص ساعة بس او 25 دقيقة بس هذاكر فيهم، فهيحاول ينجز على قد ما يقدر بقدر الامكان قبل الاستراحة. ولما ياخد استراحة ويرجع تاني يذاكر، برضه هيذاكر بفعالية اكتر، وهيستوعب معلومات ان شاء الله بكمية كويسة جدا وبتركيز اعلى. تاني حاجة حابة اتكلم عليها في طرق المذاكرة، هو اننا لما نيجي مثلا نذاكر او كده يبقى معانا الوان نحدد بيها، الوان بسيطة، مثلا قلمين مثلا يبقوا ملونين، مثلا قلم هايلايت وقلم مثلا يبقى لونه مختلف عن اللون الازرق. لان كمان الالوان او الهايلايت لما بنيجي مثلا نحدد على حاجة مهمة بالهايلايت دي، فطبيعي هي بتطبع كده في عقلنا ان الحتة دي مهمة، وبنفتكرها قدام لما نيجي نستعيد المعلومات دي او نستعيدها في الامتحان او كده. الحاجات دي بيبقى عليها هايلايت دي واحنا بنذاكر او احنا بنحفظ وكده، بتبقى مطبوعة اوريدي في عقلنا، وهنقدر نسترجعها تاني بسهولة، لان احنا عارفين الحتة دي مهمة، فهنركز عليها اكتر، فهنحفظها اكتر عن الباقي، وهتبقى معلقة معانا انها كانت بلون مختلف عن باقي الكلام. تالت حاجة حابة اتكلم عنها من طرق المذاكرة، وهي الخرائط الذهنية، ان احنا نذاكر ونقسم المادة بتاعتنا على شكل أسهم مبسطة. اكتب العنوان الرئيسي بتاعي، واكتب الكلام بتاعه، واقسمه مثلا لجزئين او 3 أجزاء او 4 أجزاء على حسب الفقرة بتاعتي بتتكلم عن ايه، وانا اقسمها على اساسه للاجزاء المهمة بس، وكل جزء اختصره بطريقة مفيدة ليا واقدر استفيد بيها بعد كده، واحددها واعلم عليها، بحيث ان انا ما اقعدش اكتب كلام كتير ملوش لازمه. لا، انا كتبت باختصار وقسمته لنقط معينه واسهم معينه، هي دي بس اللي انا محتاجاها، ومحتاجه اني اذاكرها واركز عليها، بدل ما اقعد اكتب كلام كتير مش هستفيد منه باي حاجه، واكون لخصت لنفسي وعملت لنفسي ملخص انا هحتاجه هينفعني جدا بعد كده لما اجي اذاكر الامتحانات. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو حابين ان انا اوضح لكم اي حاجه اكتبوا لي في الكومنت، واتمنى دايما تكونوا بالف خير، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.